بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عش حدوتة زملكاوية. الأول نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد كما تعودنا معكم. خبر ب 300 مليون جنيه لجمهور الزمالك. خبر مدوي، خبر مزلزل. العرجاني في الزمالك، وبحكم نهائي الفيفا توجه أكبر صفعة وصدمة للهارب المارق المدعو محمود كهربا. الأول كده صلي بينا على النبي ثم اللايك ثم الاشتراك في القناة. تعال نخش في موضوعاتنا على طول. خلص امبارح اليوم وانتهى باب الترشح في نادي الزمالك. خلاص اسماء اتعرفت. مرتضى منصور وآل منصور بالكامل غير متواجدين في الزمالك، ودي لأول مرة منذ حوالي 31 سنة أو 30 سنة تقريبا. انتخابات الزمالك تشهد غياب تام لعائلة مرتضى منصور، وزي ما قلنا لكم قبل كده والحمد لله بفضل الله المعلومات اللي جبناها طلعت صحيحة. من أول يوم ومن قبل الترشيح ما يفتح باب الترشح ما يفتح قلنا لكم المستشار مرتضى كان كلامي واحد وما غيرتوش، والفيديوهات كلها موجودة. قلت لكم بنسبة 99% المستشار مرتضى لن يخوض انتخابات الزمالك. 99%. قلت لك 1% بس للمفاجآت، لأن المعلومة اللي كانت عندنا المستشار لن يخوض انتخابات الزمالك هذه المرة. خلاص قضي الأمر، وما تسألنيش إيه السبب. أنا قلت لك المعلومة عندنا المستشار مش داخل انتخابات الزمالك بنسبة 99%. رغم حتى بعد أحمد مرتضى لما صرح في عزاء الكابتن سعيد الجدي وقال واتسأل المستشار نازل، قال إن شاء الله. برضه قلت لك يومها المعلومات اللي عندي برضه بتقول إن المستشار مرتضى بنسبة 99% مش هيخوض انتخابات الزمالك. فبفضل الله المعلومات عندنا الحمد لله نعرف نجيب المعلومة الصح، مش هبدنا زي اخواتنا التانيين او هرينا او يا لا المستشار نازل ومش عارف ايه وايه وقائمة لا. حتى احمد مرتضى قال التصريح وهو ابنه، قلت لك برضه مش هينزل. المعلومات اللي عندنا بتقول انه مش نازل بنسبة 99%. خلص الكلام لكده عشان بعض اللي بيشكك في الكلام بتاعنا. تعالى بقى جايب لك انفراد لوز اللوز، انفراد ما سمعتوش عند اي حد، انفراد مدوي. انفراد ايه؟ مدوي. خبر ب 300 مليون جنيه لجمهور الزمالك. خبر ب 300 مليون جنيه. الخبر ده عايز 3 4000 لايك. 3 4000 لايك يا زملكاويه وجمال. الخير قادم. وهو من البدايه لسه الانتخابات ما حصلتش. حسين لبيب وقيمته مش تطبيل، ولا احنا مبدأنا واحد. ايام المستشار مرتضى كنا بنهاجم مجلس المستشار مرتضى وهو موجود. ليه؟ بسبب التقصير والكوارث الاداريه اللي حصلت وازمات وقف القيد في السله وطايره ويد وقدم كله. وساعة بيع امام عاشور هاجمنا، ومحبي مرتضى منصور هاجمونا، بس احنا كنا بنتكلم على حق. فحسين لبيب له كل الدعم، انما مش هيشتغل ومش هيحقق طموحات وامال جمهور الزمالك هننتقده. احنا عندنا اهم حاجه كيان نادي الزمالك بس. كيان نادي الزمالك بس هو اللي خط احمر، انما الاشخاص مفيش شخص فوق النقد. فمن بدري اهو، ومن قبل ما ينجح اهو، وقبل ما يجي الزمالك اهو هيشتغل، وقائمته هتشتغل لخدمه نادي الزمالك. تمام. ما اشتغلتش لخدمة الزمالك وما حققتش امال وطموحات الجمهور هننتقد، ومن حقنا ننتقد، بس هننتقد بأدب وباحترام. التجاوز ملوش مكان عندنا.
الشتايم والتجاوز والكلام ده، انتوا عارفين ان انا عاملين القناه بقالنا اكتر من سنتين. الحمد لله عمري ما قلت لفظ خارج على القناه، الحمد لله. ننتقد بس بادب، انما شتايم والالفاظ مش في قاموسنا، مش موجود عندنا خالص خالص، الحمد لله بفضل الله. وعلقنا على صورة مرتضى واللي تم تحطيمها واللجنة رجعتها تاني والكلام ده كله، وشمتت بقى عمرو أديب. يقول لك عمرو أديب سمعت له مقطع كده، ازاي يا جدعان الراجل يتكسر كده ويترق؟ طبعا هو شمتان، هو شمتان ماشي، جايب صحفي اسمه هاني عصام معاه زميلنا. والمهم، فاحنا قلنا ده تصرف احمق من شخص موتور، ما ينفعش يتكسر صورة رمزية رئيس نادي الزمالك، اتكسرها في الارض ويدوس عليها بالجزم، ما ينفعش. وانتقدنا هذا الامر بشدة امبارح. هاني العتال رسميا يا زملكاويه، خش بقى في الاخبار الحلوه. هاني العتال خلاص دفع شيك ب 2 مليون جنيه، والشيك طلع سليم، والفلوس وصلت اللجنه الثلاثيه في اتحاد كره اليد. في لجنه ثلاثيه اصلا اللي بتدير كره اليد، وازمه كوماندوز الزمالك انتهت رسمي. انتهت ايه؟ رسمي. واللعيبه ايه؟ اتأيدت. يعني مش هنلاقي الكابتن احمد رمضان هتلر زعلان بعد كده، لا، ما خلاص اللعيبه اتأيدت. الراجل كان بيلطم وبيزعق وبيصوت وبيبكي بسبب انه بيلعب ب7 لعيبه بس، بيلعب ب7 لعيبه بس، وده ظلم، افترى. خلاص كرة اليد، كوماندوز اليد كابتن حماده عبد الباري اعلن رسميا انتهاء ازمه كوماندوز اليد. ده خبر كويس جدا جدا جدا. لسه عندنا السله والطايره والقدم. كابتن حسين لبيب وعد بحل كل هذه الازمات خلال الساعات اللي جايه. المفروض الكابتن حسين لبيب بدل ما يدفع، وقولوا لي رايكم في وجهه نظري دي، خلاص الامر بقى محسوم دلوقتي، اللي بينافسوا فاروق جعفر وسيده فاضله، فالامر محسوم يا كابتن حسين يا لبيب. فبدل ما كنت هتصرف ملايين الجنيهات على الارض في دعايه، اصرفها وحل بيها ازمات الزمالك. المفروض قيمتك تشتغل من النهارده على ارض الواقع. سيبك من عماد البنان الاهلاوي، مش هيعمل حاجه ومش هيحل حاجه. انت اشتغل بنفسك، انت وقيمتك يا كابتن حسين، دي افضل دعايه ليك. بدل ما ترمي ملايين على الارض، خلاص اصل مفيش قيمه منافسه ليك. فاشتغل من النهارده على حل ازمات الزمالك. هات ازمات الزمالك ازمه ازمه وحلها. مستحقات اللعيبه متاخره كلها تدفع. تجديد فتوح يتم. زيزو يتراضى، خلاص زيزو مستمر. عندي ازمات كرة القدم تتحل، السلة تتحل، الطايرة تتحل زي اليد ما اتحلت، علشان نبدأ موسم. خلاص انطلاق الموسم كمان ايام، انطلاق الموسم او الدوري القادم يا زملكاويه اللي كان بيسأل. انطلاق الدوري يوم 19 او يوم 18، يعني خلاص بقى اسبوع والدوري الجديد يبدأ. واحنا معانا النهارده 11 سبتمبر، لسه 3 ايام قدامي، الثلاث الاربع الخميس اخر يوم غلق القيد الخميس. فننجز من دلوقتي، ننجز من دلوقتي ونخلص. وعلى فكره بن شرقي متاح، وقلت الكلام ده في البث المباشر امبارح. بن شرقي متاح، بن شرقي لم ينهي تعاقده او لم تتم الصفقه مع الريان القطري، وقلنا الكلام ده قبل كده عشان الريان القطري كان عايزه 3 شهور. فانت تقدر تجيب بن شرقي، تقدر تجيب واحد زي محمود حماده، زي محمد شحاته، تنقذ الموسم ب3 صفقات وفي يناير وبكمل، وتحل ازمات القيد. فالمفروض، وانت وعدت، مستنيين الرد يا كابتن حسين، وعدت انك هتحل ازمات الزمالك ابتداء من النهارده، وهتشتغل ابتداء من النهارده. المفروض تشتغل من امبارح مش من النهارده. فهنشوف. كابتن حسين وعد ان القصص ديت هتخلص خلال الساعات اللي جايه. هنشوف، لان ما تستناش رجا من عماد البناني الاهلاوي. طيب ايه يا عم الخبر ابو 300 مليون جنيه ده؟ ايه الخبر ابو 300 مليون جنيه؟ ابراهيم العرجاني، طبعا عارفين الاسم ده. الاسم ده بيرعى النادي الاهلي، رجل اعمال كبير، ليه اسمه،
شخصية محترمة بيرعى النادي الاهلي. في كلام قوي جدا، وده انفراد لحضرتك مش هتلاقيه عند اي حد، ان ابراهيم العرجاني هيكون راعي الزمالك وهيرعى الزمالك في الموسم الجديد. ابراهيم العرجاني لا فلوس، لو دخل في الزمالك لا الزمالك هيتنقل، هتجيب بقى صفقات براحتك، مش هتكلم اكتر من كده. مش هيبقى عندك ازمات قيد، مش هيبقى عندك ازمه مستحقات لعيبه، مش هيبقى عندك اي حاجه. طبعا الراجل ده راح الاهلي، الاهلي دلوقتي بيجيب موديست، لاعب كان بيلعب في بايرن ميونخ في صفقه هي الاغلى في الدوري المصري، منين؟ وجاب امام عاشور وجاب رضا سليم، والاهلي عنده سكواد ناري ناري. ليه متوفر له اللبن العصفور؟ انما عندنا خلاص المعلومه اهي، ابراهيم العرجاني كلام قوي جدا انه هيكون في الزمالك في الموسم القادم، هيرعى الزمالك. ابراهيم العرجاني رجل شخصيه محترمه، رجل اعمال مصري من منطقه الشيخ زويد في سيناء، رجل محترم جدا. لو دخل الزمالك وراعى الزمالك لا ده خبر يساوي مليار جنيه، مش 300 مليون جنيه. ده انفراد لحضرتك، انباء بتتردد ليست رسميه حتى هذه اللحظه، لكن ربنا يسهل، ربنا يسهل. كهربا قدامك 4 ايام يا كهربا، الجمعه دي يوم 15، 15 ده يوم الجمعه، فاخلص يا كهروب علشان الحكم نهائي مفيهوش تراجع، يا تدفع يا ايه. البصل مستنيك، البصل مستنيك. تقعد في البيت 6 شهور، تقشر بصل تاكل مانجا، تقشر مانجا، تقشر فراولة تاكل فراولة، تقشر بطاطس، الحكم نهائي خلاص. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.